معانا احد المصريين في قطر، نحب نتعرف على حضرتك. اخوك الحاج ثروت الغمري. حضرتك هتنتخب مين ان شاء الله؟ الفريق احمد شفيق. طب نحب نعرف ليه؟ والله انا بنتخب الفريق احمد شفيق لانه بحسه صادق، رجال محترم، رجال كويس، رجال دوله، راجل دوله، راجل طلع من النظام السابق ما عليه اي شبهه، ما عليه اي كلام، راجل ذو خبره عاليه، راجل شخصيه قويه، راجل عسكري يعرف انضباط، راجل يقدر في الفتره الانتقاليه بتاعتنا اللي ل4 سنوات. والله احنا بنجرب وكل واحد بنجربه ونشوف. طب هل حضرتك شايف ان احمد شفيق هيحقق مطالب الثوره؟ هيحقق مطالب الثوره؟ لا، ممكن يعني يعيد مصر ويعيد الخريطه الداخليه والخارجيه لاتزانها المعهود، وبعدين كده نفكر في ان احنا نجيب مرشح جديد بالرغم من شباب الثوره. بالرغم من ان احمد شفيق كان ضد الثوره، فحضرتك شايف ان هو هيحقق مطالب الثوره؟ لا الفريق احمد شفيق مش كان ضد الثوره. مش معنى ان مسك 10 ايام رئيس وزراء لمصر نقول ان هو ضد الثوره. لا، ما كانش ضد الثوره. طب في تصريحات لاحمد شفيق اثناء الثوره ان هو كان بيقول لا دي مش ثوره، وكان بيقول على شوارع التحرير هنجيب لهم بونبوني، وقال بعد كده في تصريح تاني في الوقت الحالي للاسف ده كله ناس ضاحكين عليكم وضاحكين على عقولكم، موثقه في فيديوهات. ضاحكين عليكم وعلى عقولكم والتفنيد كتير. الحاجات دي موثقه هو واحد زي فريق احمد شفيق راجل دوله هيقول لك بونبوني وما بونبوني ايه وبطيش ايه؟ ما الحاجات دي موثقه، راجل كبير، راجل محترم، راجل عسكري، راجل شخصيه. الحاجات دي موثقه في فيديوهات وموجوده على النت في لا والله الفيديوهات ده ما هذا كله بيعمل اللي هو عايز يعمله، الفيديوهات خلاص كفايه. 6 ابريل ضحكت عليها، مش هتضحك عليه تاني.